السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم درت لكم رولي تاع الدجاج بدون جبن بدون بيض، ودرنا معاهم كريات البطاطا المقلية. اذا تبعوا لا فيديو باش تشوفوا المقادير. هذه الوصفة كما ديما عودتكم جد اقتصادية ومليحة تانيك للناس اللي ما يبغوش الفرماج في الماكلة. اذا هنا عندنا الكفته تاع الدجاج، عندنا بطاطا مقطعه، عندنا بصل، شويه تاع زروديه، شويه طوماطيس مع فص تاع ثوم. هذه نحتاجها للصلصه اللي غادي نديرها في التالي. اذا هنا البطاطا تاعي غادي نفورها، ندير لها غير شويه تاع ملح ونحطها تفور. هاد الكميه تاع الكفته درتها بنصف صدر تاع الدجاج، درت فيها فلفل احمر، سكنجبير، فلفل كحل وشويه تاع ملح. هنا البصل تاعي بعد ما نقطعه مربعات صغيره نديره في زيت سخون يدبال ونخليه على نار قويه. شوفوا هنا بعد ما دبال لي وتكراميليزا غايه، نزيد له الزروديه مرابيه، نخلي هذاك البصل والزروديه يبردوا، ونجي في بابي سيلوفان ولا ان ساشي كيما هكا، نجي نحط فيه كميه من الكفته تاع الدجاج، نحلها بهذه الطريقه، ونجي ندير فيها هذيك لافاغ تاع اللي خدمتها بالبصل والزروديه، ونروليها بهذه الطريقه، نغلقها من الجوانب. نجي نرمدها في شويه تاع فرينه، غير شويه ما تكتروش باش ما تجيكمش قاصحه بزاف من برا. فوالا انا هنا درت لي كميه مليحه، يعني 3 بودان شويه صغار مليح. الخبز تاعي ديما حاضر لازم. شوفوا هنا البطاطا بعد ما تفور لي نخليها تبرد على غردها، ما تغطوها ما تغموها باش ما ديرلكمش لافابور تولي لكم هذيك لافابور ما تخسر لكم البطاطا تاعكم. شوفوا هنا درت فلفل احمر، شويه قزبر مرحي، شويه تاع ثوم سكنجبير وفلفل كحل. بعد ما نشكلها كريات نرمدها في شويه تاع فرينه غير شويه، ونديرها تتقلى في الزيت كما راكم تشوفوا. لازم تعوم ولازم نخلوها على نار شويه زايده، و ميم طون نطيب الرولي تاع الدجاج. شوفوا هنايا الخبز بعد ما وجد لي. صراحه هذه الوصفه ادمان، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. انا معتمدتها نديرها تقريبا يوميا، يجي مقرمش من برا وطري من الداخل وما يخسر لكمش. وهكا يكونوا الرولي والكريات تاع البطاطا يكونوا وجدوا. نروح ندير لهم غير صوص طوماط عادي بالثوم، شويه ملح، شويه فلفل كحل في زيت سخونه، وفوالا في صحن التقديم. بالصحه والراحه. نتمنى عجبتكم الوصفه. الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه. ما تنسوش تشتركوا، ديروا لايك وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.